اغتالت يد الإجرام الأخ محمد الجرار مسؤول الجماعة الإسلامية في منطقة شبعة، وكل الأصابع تشير إلى أن هناك أجهزة أمنية خارجية لها علاقة بهذا الاغتيال، لأنه تلقى تهديدات من خارج الحدود. ومستوصف الرحمة الذي يديره الأخ محمد الجرار هو مستوصف يبعد عن مرصد جبل الشيخ مسافة قريبة، الذي هو مرصد جبل الشيخ الذي يحتله الكيان الصهيوني الغاصب، ويبعد مسافة 1.5 كيلومتر عن بوابة مزارع شبعة المحتلة من قبل العدو الصهيوني. فالكثير من الأدلة تدل على أن الاغتيال هو يعني بفعل يد إجرامية خارجية، والجماعة الإسلامية أشارت في بيان رسمي لها أن العدو الصهيوني يقف وراء هذا الاغتيال. طبعا لم يعتقل الذي اغتال الشهيد محمد الجرار لهذا الحين، والأجهزة الأمنية اللبنانية وضعت يدها على الموضوع وتسعى للبحث عن أدلة للوصول إلى المجرم وإلى الأيادي الآثمة التي اغتالت الشهيد. بالنسبة للشعب اللبناني وعامة الناس، الشعب اللبناني شعب بين قوسين مسيس، يعني هناك من يعني كل على خلفية موقفه السياسي. هناك من يتهم أجهزة أمنية عربية، ومن يدور في فلك ومحور المقاومة يضعه في خانة الاحتلال، يعني يضع الاغتيال عند اليهود عند الصهاينة في خانة الاحتلال والأجهزة الأمنية الإسرائيلية والموساد. فالشعب اللبناني منقسم، وفي هذه الأيام هناك الكثير من العمليات الأمنية والإخلال بالأمن في الداخل اللبناني، وينعكس بشكل سلبي على المناخ الأمني في لبنان. كحركة توحيد إسلامي وأنا كأمين عام لحركة التوحيد الإسلامي، أعتقد أن الاغتيال هو بفعل أجهزة أمنية خارجية، لأنه من فترة سابقة ليست ببعيدة كان هناك بعض الإخوة في الجماعة الإسلامية أطلقوا صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية من داخل الجنوب، ويومها اعتقل أحد الإخوة في هذا الإطار. ومن الممكن أن يعني يكون بمثابة ردة فعل على هذه العمليات التي استهدفت من خلالها إسرائيل واستهدف من خلالها الكيان الصهيوني الغاصب. الله سبحانه وتعالى الرحمة للشهيد محمد الجرار ولكل الشهداء الذين قضوا على درب الأقصى والقدس وفلسطين. الله الصبر والسلوان لأهله وذويه.